السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. انا عارفه اني اتاخرت كتير كتير كتير، بس والله العظيم غصب عني، معلش انا اسفه. ان شاء الله باذن الله تعدي على خير، ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. صدقوني انا ما بيحوشنيش عنكم غير شديد القوي، والله العظيم بجد. ادعوا لنا ان شاء الله ربنا يطلعنا من اللي احنا فيه دوت على خير باذن الله، ما وجعش قلبنا على غالي ابدا يا رب، ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. طب هنعمل ايه النهارده؟ هقول لكم، بس قبل ما نعمل اي حاجه هنصلي على النبي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطر يا جماعه بكم بذكر النبي، وعطر بكم بذكر النبي، لان حبيبي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه، ان شاء الله باذن الله يا رب. بصي امر انت وهي. دلوقتي انا هعمل فرخ، ماشي؟ الفكره بتاعت النهارده هي فكره بسيطه كده وسهله على السريع كده، يعني فيديو أنا قلت بس ايه ارجع لكم بيه ان شاء الله. معلش سامحوني على التاخير، لو اتاخرت تاني ما تزعلوش مني. المهم دلوقتي ايه، دلوقتي انا جبت فرخه، تمام؟ انت عندك مثلا او انا او غيري او اي حد، احنا معرضين لكده. عندك ربع فرخ، عندك صدر منها، عندك ورك، عندك نص فرخه، اللي متاح عندك. يعني هنقول مش هنعمل حاجه، لا هنعمل احلى اكله واحلى طبخه النهارده. وصدقوني انا من نص الفرخه هعمل ايه، هعمل طبختين مش هعمل طبخه واحده، ماشي؟ والوركين دول هسلقهم خلاص. بس فكره النهارده هعتبر ان انا ايه، عندي نص الفرخه دي بس. انا قلت بس اوريكم ايه، فرخه على بعضها الاول، وبعد كده ايه اقول لكم الفكره. فرضا دلوقتي انا ما عنديش غير نص فرخه بس، اهي صدرين خلاص. طب صدرين هنعمل منهم اكله يا محمد؟ والله العظيم انا النهارده هعمل منهم طختين. هم بصوا نفس المكونات ونفس كل حاجه، مع اختلاف حاجه واحده بس. تمام؟ انا عندي صدرين فراخ اهم. خلاص هعمل هقطع الصدر ده، بسم الله ما شاء الله، فرخه كبيره، هقطعه نصين كده. والصدر التاني برضه هقطعه نصين كده، خلاص. وهرجع لكم هجهز كل حاجه، عشان عايزه لقطتين كده على السريع، لان بجد بجد انا الدنيا عندي مش فاضيه خالص. هو ده اللي معطلنا عن التصوير. طبعا التصوير بياخد وقت وكلام وتحضير وحوارات كتير، تمام؟ انا الظروف اللي انا فيها دلوقتي ما تسمحش كتير ان انا ايه اقعد بقى اصور. عايزه اعمل اكل على السريع، تمام؟ ادعوا لي بس ربنا يطلعنا منها على خير ان شاء الله يا رب، ما يوجعش قلبي على اي حد بحبه، اي حد غالي عليا، تمام؟ هجهز كل حاجه وهرجع لكم تاني. النص الفرخه دي يا جماعه دلوقتي انا هسلقها خلاص يا حبايبي، مجهزه كل حاجه وهسلقها دي لوحدها، عايزاها مسلوقه. والنص الفرخه التانية انا هعمل منها الاكلتين، وهعمل رز وهجهز كل حاجه وهرجع لكم تاني. بس هجهز المكونات بتاع الاكلتين اللي هقول لكم عليهم ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. سلام مؤقت وارجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ ايه هقول لكم على الاكلتين اللي انا هعملهم بنص الفرخه، بنص ايه، بنص فرخه. وممكن بربع فرخه تعملي منها ايه، صينيه من الصواني اللي انا هعملها دي، ماشي حبايبي؟ وممكن من غير حاجه خالص، بمكعب مرق ولا مكعب مرق، برضه هتعملي الصينيه الجميله دي التحفه، وحبه رز وحبه مخلل، وفضل ونعمه زي العسل، تمام؟ بجد بتبقى حاجات جميله قوي، وحياه ربنا لملمي كده ولمي الدنيا كده، خلي الدنيا ايه تحلو. ماشي؟ معلش انا عارفه ان الدنيا مولعه والحاجه غاليه وكل حاجه، بس الناس عمرها ما تقدر تعيش من غير اكل وشرب، تمام؟ طب هنعمل ايه يعني؟ يعني هنعمل ايه؟ مش هناكل؟ لا طبعا ما ينفعش، تمام؟ نقعد كده مع نفسنا ونتصرف ونفكر، وهنطلع احلى الاكلات واحلى الوصفات باسهل ايه، باسهل الطريقه وارخص الاثمان، تمام؟ مفيش فراخ ولحمه عادي، والله العظيم معلقه السمنه وحته دهنه هتبقى زي العسل، تمام؟ في فرخه واحده ونقدر نعمل نصها، والنص التاني نعمله في يوم تاني او في طبخه تانية عادي. مشي نفسك، خلي الدنيا تبقى ايه، تبقى حلوه معاكي، ويحل ايامنا وايامكم يا رب دايما ان شاء الله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ دول 3 4 بصلات اللي انا هعمل ايه، هعمل في الاكلتين. تقولوا لي ليه يا محمد اكلتين؟ انا هقول لكم دلوقتي في قلب الفيديو، هعرفكم ليه هعمل اكلتين مش اكله واحده، تمام؟ دوت بصل 3 4 بصلات كده حلوين، ماشي حبايبي؟ ده توم عليه فلفل ودقه وحاطه ملح وشطه وكمون وفلفل اسمر، خلاص. كوسه في منتهى الجمال اهي، غسلاها وعامله زي العسل، خلاص يا حبايبي. ودي بطاطس، دي بطاطس قليله مش كتير، هما 3 4 بطاطسات بس، تمام؟ عشان الغالي ما بيحبش الكوسه، الغالي مين؟ اللي هو محمد فكري، تمام؟ ابن حبيبي نور عيني، ما يحرمش منه ابدا يا رب. طب انا فكرت دلوقتي، طب انا في ناس عايزه الفراخ في شوربه، تمام؟ وفي ناس عايزه فراخ في طبيخ. طب هعمل ايه؟ الطبيخ دوت مش هينفع، محمد ابني مش بيحب الكوسه، طب مش هينفع يعني هناكل ويبص علينا؟ لا، قلت خلاص 3 4 بطاطسات كده اهوت، وهمشي الدنيا وهنعمل الاكلتين اللي بنحبهم ان شاء الله باذن الله، خلاص. دول 3 4 ايه، بصلات، تمام؟ حلو الكلام، حلو الكلام. ودي ايه، معلقه الثوم، انا حبه ثوم حلوين كده يا جماعه محترمين. استنى هجيب معلقه
وارجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، البصل يا جماعه والثوم هنقلب كله مع بعضه كده. ماشي. معلش يا جماعه الدنيا غاليه والحاجه مولعه، وربنا اللي يعلم بالناس كلها، والله الغلو والاسعار ده على الناس كلها، فندبر نفسنا بقى ونمشي نفسنا. هنعمل ايه؟ مفيش حد يقدر يا جماعه يعيش من غير اكل ولا شرب. نمشي نفسنا وعادي والله العظيم، وهتمشي وهتبقى زي الفل. بس اهم شيء الصحه والستر، ربنا ما يحرمنا منهم ابدا يا رب. الصحه والستر الاهم من اي حاجه في الدنيا. يا رب يا رب اشفي كل مريض بحق جاه النبي، يا رب اشفي كل مريض وارحم كل ميت، وما توجع قلب حد على حبيبه ابدا، وصبر اللي اتبلى. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ماشي يا حبايبي، دوت يا جماعه البصل والثوم والفلفل المقدور وكل حاجه. ما عندكيش فراخ ولا لحمه، مكعب مرق هيغني وهيبقى زي العسل. ما بتحبيش مكعب المرق يا جماعه، معلقه سمنه او معلقتين سمنه وحته دهنه وحبه زيت صغيرين كده اهوت، وهيبقوا زي العسل. وحياه ربنا بصوا كل حاجه حلوه بالصحه من الاخر يعني. ادي بقى شبشب الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك سيدنا محمد. بصوا في ناس بتحب الطماطم كتيره في الاكل وفي ناس لا. انا دلوقتي ايه كل دوت هقلبه كده واحط معلقه السمنه. ماشي. وهرجع لكم تاني ان شاء الله، وهقسم الخليط دوت نصين، يعني حبه على قد البطاطس والباقي على قد ايه، على قد الكوسه، لان البطاطس قليله خالص. خلاص حبايبي، ظبطي بقى الملح والفلفل الاسمر، واهم حاجه الشطه والكمون والكزبره. الاكله دي بصراحه بتبقى تحفه بالشطه والكمون والكزبره. خلاص بس كده هقسم كل حاجه وهرجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، انا عملت كل حاجه اهي. ادي الكوسه يا جماعه، طبعا عشان الكوسه اكتر من البطاطس خدت كميه الطماطم والبصل والثوم والفلفل كل حاجه هي اكتر. تمام. ودي ايه كان بطاطسيه للمعلم محمد. خلاص طب هنعمل ايه بقى؟ زي ما بقول لكم لو عندك ربع فرخه برده هينفع والله العظيم صدقيني. تمام. انا حطيت حبه شوربه يا جماعه من الايه، من سلق الايه، نص الفرخه التاني كده اهو. مش حبايبي ورينا النص التاني اهو. خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك سيدنا محمد. عايزه تحطي نص الفرخه كلها حطيها، بس انا بوريكي فكره يا جماعه، انا ما بقولش يعني هو ده فرض يعني، فاهماني؟ لا، وفي ناس ربنا اللي يعلم بيها بتروح تشتري والله العظيم بجد ورك فرخه وركين. دلوقتي حتى البياعين راعوا ظروف الناس بيبيعوا الفراخ بالربع. ممكن تروح تشتري ربع فرخه، نص فرخه، اللي يريحك بجد، اللي تلاقي قد امكانياتك. والله ما عيب يا جماعه ولا حرام، وحياه ربنا ما عيب ولا حرام. العيب ان انت تعرفي تتصرفي وتدبري نفسك وتكسلي، هو ده بقى العيب اللي انا ما بحبوش بجد. بتعرفي تعملي حاجه اعمليها، ما تتكليش على حد. هتعرفي تلمي الدنيا عندك وتدبري امورك، دبري امورك برضه مفيهاش اي حاجه. روحي اشتري نص فرخه واعملي عليها غدا لعيالك وحبه رز، وكتري كده الطبيخ وكتري الحاجه، هتبقى زي العسل. ماشي حبايبي، ما معكيش خالص زي ما قلت لك مكعبين مرق، واعملي الحاجه الجميله دي كلها وحبه رز وحبه مخلل، وهيبقى في منتهى في منتهى في منتهى الجمال. خلاص يا حبايبي، انا هحط معلقه سمنه هنا ومعلقه سمنه هنا، ولو عايزه من غير سمنه تحطي زيت حطي اللي يريحك، ولو عايز يحط مكعب مرق يحط، مش عايز يحط خلاص. الاضافات بقى انتوا ايه حرين فيها. ماشي حبايبي، انا زودت هنا اهوت شوربه، ما زودتش ميه عشان عنده شوربه، ولو ما كانش عنده شوربه كنت زودت ميه. خلاص هساوي بقى كل حاجه وجهز كل حاجه، وان شاء الله اشوفكم ايه في اخر الفيديو باذن الله. اقول لكم ايه سلام مؤقت يا احلى ناس في الدنيا. بصي يا قمر انت وهي، بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم هنعمل من فرخه واحده ثلاث اكلات. بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه اهي الورقه هي عملتها بشوربه اهي، بسم الله ما شاء الله زي العسل، مستويه وسكر سكر 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 سكر، عسل 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 عسل، احلى عسل. حبه رز اخر جمال زي الكتاب ايه، زي الكتاب ما قال، مفلفلين عسل هم تحفه، في منتهى في منتهى في منتهى الجمال. ماشي حبايبي، وده دوت الجلد يا جماعه، مش الجلد يعني الحته اللي جنب الجناح هي احمرت شويه، ماشي ما فيهاش اي حاجه. اهي بصوا ادي ايه ربع الفرخه، عملت ست الكوسه. ماشي، انا مش عارفه الدنيا عندي غامقه ليه. ماشي حبايبي، ودي ايه ودي ايه الربع التاني بتاع الفرخه، عملت ست البطاطس اهي شايفين، في منتهى في منتهى في منتهى الجمال، عسل تحفه. ممكن كل دوت يتجمع في صينيه واحده،
ماشي حبايبي. ممكن نعمل كوسه، نحط نص الفرخه، تحط الفرخه اللي يريحك. خلاص. ممكن تعملي صينيه ايه، صينيه البطاطس برضو، تحط نص الفرخه وربع الفرخه اللي يريح الفرخه على بعضها. انا عملت لكم اهو 3 اكلات من فرخه واحده. تمام. وانت عليك بقى تختاري حاجه معينه بقى تعمليها. ماشي حبايبي. ما اتحرقتش يا جماعه والله، ده الحته اللي فيها الجناح بتبقى فيها الجلده. تمام. وديت الرقبه، اللحمه ما اتحرقتش. ايوه انا بقول لكم اهو. واللي اتحرق اكله انا عادي يعني. ماشي. زي العسل. اسيبكم في رعايه ربنا، واقول لكم احلى سلام، احلى ناس في الدنيا. سلام.